هو ليه بابا يسوع جاب لي السكر وخلاني اخد حقن؟ انا عملت ايه عشان خاطر يجيني السكر واخد حقن كل يوم؟ لماذا سؤال صعب سؤال يراودني. سلام ونعمة وبركة لكل بابا وكل ماما في كل مكان. سؤال من أسئلة حضراتكم بيقول: بنتي بتسألني هو ليه بابا يسوع جاب لي السكر وخلاني اخد حقن؟ انا عملت ايه عشان خاطر يجيني السكر واخد حقن كل يوم؟ الحقيقة ان مش الاطفال الصغيرين بس هم اللي بيسألوا السؤال ده، لا، ده كمان الكبار بيسألوا نفس السؤال. ليه ربنا بيعمل كده معانا؟ ليه ربنا بيسمح بالضيقة؟ ليه ربنا بيسمح بالألم والوجع؟ عايز اقول للبنوتي الحلوة اللي بتتفرج عليا دلوقتي: نعمل ايه فيكي؟ انت مسكرة بزيادة وحلوة وجميلة، وعشان انت مسكرة قوي كده احنا بنديكي حقن عشان خايفين عليك ان السكر الزيادة ده. طبعا مش هي دي الإجابة، احنا بس بنحايلها عشان انا شايفها زعلانة شوية. شايفة الورقة الصغيرة دي؟ تعرفي تعملي فتحة من جوه وتدخلي راسك فيها؟ متعرفيش صح؟ ومحدش يعرف، بس انا اعرف ازاي. عايزين كلنا نتخيل ان الورقة الصغيرة دي هي عقلنا اللي بنفهم بيه، ونتخيل ان راسي دي هي عقل ربنا اللي بيفهم كل حاجة. شايفين الفرق بين الاتنين؟ شايفين؟ فرق كبير، فرق كبير جدا، والفرق ده هو اللي مخلينا مش فاهمين ربنا بيعمل كده ليه. لأن تفكيرنا احنا صغير وتفكير ربنا وعقله كبير. عشان كده لما نيجي نقول لربنا ليه كده يا رب، ربنا يرد عليا ويقول لي: هو مخك الصغير ده يقدر يفهم تفكيري الكبير ده؟ طبعا لا. طب ايه رأيك بقى انا اقدر اخلي مخك الصغير ده يدخل جوه عقلي الكبير ده ويفهم كل حاجة؟ طب ازاي ده يحصل؟ عشان تفهم كل حاجة لازم زي ما بتفرح لازم كمان تحس بشوية زعل عشان تقدر تحس بغيرك، وعشان خاطر لما بعد كده تفرح تشكرني. يعني لما مرة ما تلاقيش أكل حلو في البيت تزعل شوية، وبعد كده تفتكر إن في ناس تانية ما كانش عندهم أكل زيك، فتشكر ربنا وتقول: أشكرك يا رب إنك اديتني قبل كده أكل. إيه رأيك؟ ينفع الفتحة دي أدخلها جوه عقلي وتفهم كل حاجة أنا فاهمها؟ طبعا لا، بس أنا بقولك ينفع. إزاي؟ هتفهم في الآخر. طب ممكن إن أنا أسمح لك بمرض بسيط عشان خاطر تزعل شوية، بس ما تخافش، أنا هفضل معاك. وأهم حاجة هتتعلمها إنك أنت هتصلي، ولما هتصلي أنا هخفف عنك. طب ليه؟ أصل أنت قبل المرض ما كنتش بتصلي حلو، بس لما جالك المرض وتعبت شوية أو جاتلك زعلة أنت بدأت تصلي لي، ولما بدأت تصلي حلو أنا اتبسطت منك خالص. أصل يا ولاد ويا بنات الصلاة دي بالذات بتخلينا نتكلم مع ربنا ونسمع ربنا ونعرف ربنا كويس خالص. ها، شايف شكلك بقى عامل ازاي؟ متبهدل خالص. هي دي المشكلة، إن الشيطان مش بيوريني غير شكل المتبهدل، وبيخليني أنسى إن ربنا وعدني وقال لي إني هدخل مخك الصغير جوه عقلي الكبير عشان خاطر تفهم كل حاجة. لكن الشيطان بيضحك علينا ويقول لنا: فين ربنا؟ ربنا سايبك ليه؟ شوف شكلك بقى عامل ازاي، شفت ربنا عمل فيك ايه، شوف اتقطعت ازاي وتعبت ازاي وبقيت تعبان ازاي، شوف بقيت شكلك عامل ازاي. ليه ربنا بيعمل معاك كده؟ شايف شكلك بقى عامل ازاي؟ ما تنساش ان وعدك انك هتفهم في الاخر. انا مش عارف ازاي بعد البهدلة دي مخ هيدخل في عقل ربنا ازاي، بس انا عارف ازاي هتفهم في الاخر. طب ايه رأيك اني هخليك تلف كتير على حل مشكلتك وزعلك دوت، وتدور على الحل ده مع الناس، وللأسف مش هتلاقي اي حلول. بعد كده هبعت لك ناس تقول لك: انت مش لفيت كتير،
مش دورت كتير؟ مش حاولت كتير؟ طيب ما تسيبها على ربنا ويفكرك بيوسف. يوسف الطفل الحلو الجميل اللي كان متدلع في بيت أبوه، اللي إخواته أخدوه ورموه في البير وباعوه زي العبيد، وبعدها بقي خدام ودخل السجن. بس بعد ما دخل السجن بقي نمرة 2 في مصر، بقي وزير. طب لو يوسف قعد في بيت أبوه وما كانش اتبهدل كل البهدلة دي، كان إيه اللي هيحصل له؟ كان بقي وزير؟ لا طبعا. وانت كمان لو ما حصلش فيك كل ده مش هتقدر تفهم ربنا. لكن دلوقتي مخك كبر 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 وقدر انه يدخل في عقل ربنا ويفهم ربنا كويس. شفتي بقى ان لولا المرض والتعب ما كناش عرفنا نصلي لربنا، ولا عرفنا نشكر ربنا، ولا عرفنا نسيب كل همنا على ربنا. واهم حاجة لازم نعرفها اننا مش هنقدر نفهم اي حاجة النهاردة ولا بكرة، لان مخنا لسه صغير، لكن ستفهم فيما بعد. انتوا عارفين ان في واحد اسمه اساف المرنم في مزمور 73 قال نفس الكلام ده برضه. قال ليه يا رب؟ بعدها لما شاف وعرف اللي ربنا بيعمله قال انا بليد لا افهم، صرت كبهيم عندك. يعني انا خيبان يا رب ومخي صغير ومش فاهم ولا حاجة، وعشان كده سامحني اني بسأل. واحنا كمان يا رب مخنا صغير ومش فاهمين ولا حاجة، وتعلمنا لو حصل حاجة وحشة معانا نشكر ربنا، نصلي انه يساعدنا، نسيبها على ربنا وهو هيتصرف. وسلامي لكل بابا وماما وللكنيسة اللي في بيتهم. هو أنا لما بصلي ربنا بيبقى شايفني؟ طب إزاي ربنا شايفني وشايف كل أصحابي كمان؟ هو ربنا إزاي كان موجود معانا على الأرض وفي نفس الوقت كان في السماء؟